هنا قصة من التراث تحمل عنوان الأميرة والعودة إلى الوطن. في قديم الزمان عاشت في بلاد حسان أميرة جميلة تدعى ليلى. كانت ليلى طيبة القلب ورقيقة المشاعر، وكانت تحب شعبها ووطنها بشدة. لكن الأميرة لم تكن سعيدة تماماً، فقد اضطرت للمغادرة إلى بلد آخر بعيد بسبب حرب طاحنة اندلعت في بلادها. عاشت ليلى في البلد الجديد لسنوات عديدة، ورغم أنها قامت بتكوين صداقات وعاشت حياة مريحة، إلا أنها لم تنس أصولها وأهلها في بلاد حسان. كانت تفتقد وطنها وتتمنى العودة إليه يوما ما. في يوم من الأيام وبعد مرور سنوات عديدة، تلقت ليلى خبرا صعبا. توقفت الحرب في بلاد حسان وعادت السلام والاستقرار. قررت ليلى العودة إلى وطنها الحبيب. عندما وصلت ليلى إلى بلاد حسان، وجدت أن الحرب قد خلفت آثاراً مدمرة. كانت القرى مهدمة والحقول محروقة، والناس محتاجون إلى المساعدة. لم تستطع ليلى أن تبقى صامتة، فقد حملت داخلها حبها العميق لوطنها وشعبها. قامت ليلى بجمع الناس من القرى المجاورة، وطلبت منهم المساعدة في إعادة بناء القرى المهدمة وإحياء الحقول المحروقة. انضم إليها الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، وعملوا جنباً إلى جنب لتحقيق الأمل والاستقرار في بلادهم. بعد مضي فترة من العمل الجاد، استعادت البلاد بهاءها ورونقها. تجددت القرى وزهرت الحقول، وانتعشت الحياة مرة أخرى. وفي قلب كل هذا الجمال كانت ليلى الأميرة التي ترقدت وراء كل هذا النجاح والتجدد. وبفضل إصرار ليلى وحبها لوطنها، استعادت الأميرة فرحتها وسعادتها. أصبحت محبوبة من قبل شعبها واحترمتها جميع القبائل. عاشت ليلى حياة سعيدة، وتذكرت دائما أنها تحققت رغبتها في العودة إلى الوطن بفضل عزيمتها وإيمانها بقدرة الناس على التوحد والتغلب على الصعاب. هذه هي قصة الأميرة والعودة إلى الوطن من التراث الإنساني. تعكس هذه القصة روح الانتماء والحب للوطن والقدرة على تحقيق الأمل والتغيير من خلال التوحد والعمل الجماعي.